سلام الله عليكم أحبتي أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم، مساءكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتكم الإخبارية التي احتجتم أن توافيكم بجديد الأخبار يوميا. حصة عشت وشفت كل مواضيعها، أغلبية المواضيع تبلغ عدد مشاهدتها أكثر من مليون مشاهدة. حقا حصة جميلة ورائعة وتحمل مواضيع حساسة جدا، مواضيع وقصص أغرب من الخيال. القصة التي مرت منذ يومين فجرت وألهبت مواقع التواصل الاجتماعي. لكم أن تتخيلوا حين تكون عائلة الزوج من ألد أعدائك، وحين تصير حياتك جحيما بعد أيام قلائل من الزواج، وبعد أن تكوني قد تخططين لحياة أروع وتذهبين عروسا تحت جناح أبيك، ومن ثم تبدأ المعاناة الكبرى. هكذا هو الحال مع الشابة خيرة قصر الشلالة التي تزوجت عند عائلة أقل ما يقال عنها أنهم سفاحون. حقا سفاحون. أقل ما توصف به هذه العائلة أنها عائلة السفاحين. لا يوجد في قلبهم رحمة ولا شفقة. تسببوا في العديد من المشاكل لخيرة منذ زواجها، لدرجة أن خيرة عند زيادة وزنها طلبت العجوز أي أم الزوج منها أن تصعد في السلم عدة مرات ثم تنزل، وقالت لها ذلك لتخفيف وزنك. لكم أن تتخيلوا أن حسدتها على القليل من الكيلوغرامات. خير رزقت ببنت، ومن ثم بدأت معاناة الحليب لدرجة أنهم قطعوا عنها الحليب. لكم أن تتخيلوا درجة الحقد والغل. ثم تسببوا في مشاكل عديدة، وبسبب غيرتهم القاتلة قاموا بتدنيس شرف خيرة، وذلك بقذفها مع زوجها في شرفها. ولكم أن تتخيلوا أنهم قالوا لزوجها أنها على علاقة مع صديقك. الفاجعة والذين يرمون المحصنات. لكم أن تتخيلوا أن هذا الأمر حقا فاجعة. ومن ثم الزوج بعد سماعه لكلام أمه وأخته والزوجة الغريبة التي كانت تعيش في بيته منذ زواج خيرة، ولحد مماتها لم تعرف من تكون تلك المرأة، قام بغدر زوجته بعدة طعنات بالخنجر. نعم، دون أدنى رحمة ولا شفقة، ليذهب بعدها إلى بيت صديقه. والفاجعة الكبرى أن أم صديقه مريضة بالسرطان، ويأكل معه في صحن واحد ثم يغدره بعدة طعنات عند مدخل باب البيت. الأم عند رؤية ابنها في بركة من الدماء لم تستطع الخروج دون حجاب، فبقيت في مكانها تصرخ وتصرخ وتصرخ. لكم أن تروا هول الفاجعة والألم. أخو خير بكى بكاء شديدا، بكى بكاء شديدا، وأبوها حضر في الحصة. حقا كلماته تدمي القلوب، حقا كلامه مؤثر. لكم أن تتخيلوا أن الجريمة الثانية أنهم قاموا بطمس آثار الجريمة. قاموا بتغيير ملابس خير ومسح الدم من رجليها وفخذيها، وقاموا كذلك بتغيير ملابسها ووضع القليل من المكياج على فمها. عندما تأتي الشرطة لا مجال للكلام، إنهم أغبياء حقا، فالشرطة الجزائرية لا تخفى عليها شيء. لكم أن تتخيلوا أن الأخ بكى بكاء شديدا بسبب فراق أخته بهذه الطريقة. لهذا الحد وصل بكم الخبث والبغض في القلوب والحسد والكراهية. هل لكم أن تهدموا بيوتا وتتسببوا في القتل بسبب قذف امرأة شريفة ظهرت براءتها أخيرا وتبرأت أمام جميع الجزائريين وجميع العالم وأمام الله سبحانه عز وجل؟ ماتت شريفة وطعنت في شرفها. حسبنا الله ونعم الوكيل. نطالب بالقصاص والقصاص والقصاص لهذه العائلة السفاحة التي لربما ستتسبب في قتل امرأة أخرى. لما لا؟ إذن الابن في السجن، ضحيتين، والأم المسكينة المريضة بالسرطان، أم الشاب الذي توفى كذلك نقلت إلى المستشفى على جناح السرعة. حسبنا الله وكفى، حسبنا الله ونعم الوكيل. فكفاكم شرا وكفاكم بغضا وكفاكم حقدا وكفاكم سحرا وكفاكم غيرة وكفاكم حسدا وكفاكم نفاق. فقد نشرتم السوء في المجتمعات الجزائرية كأننا نرى فيلما وليست حصة واقعية. دموع الأخ والأب والأخت أثرت كثيرا في المحامية فريدة عبر التي انهارت بالبكاء ووجهت كلمات معبرة للإخوان وقالوا: اسألوا عن أخواتكم، اسألوا عن أبناتكم، ولا تدعوهم للمجتمع ولا تدعوهم للوحوش. لكم التعليق أعزائي، لا تنسوا الاشتراك ليصلكم جديدنا. إلى اللقاء.